السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شعب العسل، يا شعب الرجالة، يا بتهز جبال. أحلى جماهير الأهلي دي والله. والله فاتحين نفسي ومخليني عايز أطلع أعمل لكم فيديوهات على طول. أولا طبعا احنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف مبروك لمنتخب مصر الفوز النهارده، وربنا يوفق ان شاء الله. عشان انا مش عايز اطول عليكم. بعد كده هو الف شكر لبيراميدز. النهارده التعادل بيراميدز، لعنة الاهلي نزلت عليهم من ساعة ما لعبوا الاهلي بيراميدز، ولعنة الاهلي حلت عليهم. مفيش فوز ولا فيش حاجة، يا تعادل يا هزيمة ان شاء الله. وشان الاهلي يبقى براحته، وشعب الاهلي وجماهير الاهلي تفرح. شعب الاهلي برضه اللي هو شعب مصر. ومع ذلك يا اخوانا ما حدش يزعل من اي حد من الزملكاويه ولا بتاع، غير الناس اللي هم القليله اللي ما بيفهموش. لان انا ما بتكلمش والله على اساس ان انا اجرح حد او ان انا بدأ اضايق حد. ما حدش يزعل مني، لان في ناس مخصوصه هم اللي بيطلعوا يعملوا بنفسهم كده. زي اول ناس فيهم زي الغندور وميدو والدرديري واللي متابعينهم، اللي هم فرحانين بيهم ومتابعين. لكن في ناس زملكاويه محترمه وناس عسل وناس فوق الفوق. بس فما حدش يزعل مني، عشان انا مش قصدي ان انا اجرح حد والله. والف شكر يا بيراميدز. وخلاص الاهلي الدوري في الجزيره ان شاء الله. وبعد كده هو عاد عشان خاطر رضا عبد العال، احنا بنتكلم عنه على طول وكده. فعشان كده بنقول لك ايه، اللي يوقف الاهلي يبقى يجيله ويندهلي يعني.